بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من خلال قناتي على اليوتيوب، وكمان تابعوني على صفحتي على الفيسبوك. عندنا 3 مواضيع النهاردة هنتكلم فيهم. عندنا اللقاء اللي كان أمس ما بين خالد الغندور وميدو، وعندنا هنتكلم شوية عن مباراة الرجاء وعن السوشيال ميديا في المغرب. الناس بتقول ايه على مباراة ربع النهائي ما بين الأهلي والرجاء. وعندنا تصريح استوقفني الصراحة بتاع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. طبعا نبتدي الأول باللقاء اللي ما بين خالد الغندور. أنا بحاول أتكلم بالراحة وأعلي صوتي شوية عشان جات لي بعض الكومنتات والتعليقات اللي أنا بتكلم بسرعة يعني. فأنا هبتدي عشان الناس اللي هي ملهاش في الكورة تبتدي أتواصل معاها وأشرح لها المواضيع أو أبسطه على قد ما أقدر. هنخش في موضوعنا، موضوع احمد حسام ميدو وخالد الغندور. طبعا عملوا لقاء مع بعض امبارح على قناه نادي الزمالك. احمد حسام ميدو تقريبا اول لقاء ليه من 3 سنين او من 4 سنين، من ساعه ما انشأت قناه نادي الزمالك. فطبعا ابتدى خالد الغندور يسأل وميدو يجاوب. فاول سؤال استوقفني الصراحه، او تصريح استوقفني الصراحه، هو ميدو بيقول له بالنسبه للناس اللي عندنا، احنا عندنا كوادر وعندنا ناس مثقفة، ناس متعلمة، ناس كاريزما، ناس محترمة، ناس مؤدبة في كوادر نادي الزمالك، عندهم خبرات كبيرة. ف... فأنا برد عليه، يعني بقول له خبرات كبيرة، خبرات كبيرة وناس مقدمة ومثقفة زي عيلة المنصور، مرتضى منصور وولاده، هم دول ماسكين النادي. هي دي الواجهة بتاعتكم. لو احنا هنتكلم على نادي الزمالك والكوادر اللي فيه، لو نادي الزمالك والكوادر اللي فيه مفروض يعني لا، هنتكلم في الناس المثقفة والناس اللي هي مؤدبة ومحترمة. انت ما عندكش غير 2 تقريبا يعني. بعد كده الناس المنتاليتي اللي عندها تعبانة يعني، او بيفكروا بطريقة ما فيهاش اي نوع من انواع التقدم بالنادي الزمالك، او الكاريزما او التثقيف او اي حاجه انت بتتكلم فيها. هي مش موجوده عندهم. ما عندكش غير حسن شحاته وحازم امام، وطبعا رقم 1 حسن شحاته. وجي يتكلم معاه في موضوع كهربا، فبيقول له ميدو بيقول له مشكله الزملكاويه انهم مش عارفين يفرحوا بعقوبه كهربا. يعني رد غريب جدا من شخصية. طبعا كلنا عارفين ميدو وعارفين تصرفاته وعارفين هو كان في اوروبا عامل ايه، والانديه اللي لعب فيها كان بيعمل ايه، وفي مصر ومع المنتخب. بالنسبه للمنتخب تقريبا ميدو خد بطوله او بطولتين مع حسن شحاته، ما عملش حاجه لمنتخب مصر. عمل اسم بره برضو عنده خبره، احتك بمدارس مختلفه، فممكن تستفاد من ميدو بس بالنسبه لخالد الغندور لعيب عادي جدا، ما فيهوش اي جديد. ما عملش حاجه، طلع اعلامي طبعا واتزق في الاعلام. حاول، وتقريبا لما الناس خدت عليه ابتدى هو الواجهه الاعلاميه. عايزين يعملوا قناه او منبر للزمالك، فكان خالد الغندور طبعا بقاله فتره كبيره متصدر الصوره يعني. فبيقول له الناس في نادي الزمالك مش عارفين تفرح بعقوبة كهربا. يعني اللي بيقول لك نادي الزمالك خد حقه تالت ومتلت من كهربا وهو هارب. طيب انا هنرجع بالاحداث كده لورا شويه. طب هو كهربا هارب من نادي الزمالك ليه؟ كهربا كان نجم الشباك في نادي الزمالك. المعامله السيئه وقله الاحترام وعدم الذوق وعدم التربية اللي شافها من رئيس نادي الزمالك ومن ولاده، هو اللي اضطرته ان هو يهرب من نادي الزمالك. وانا شايف ان كهربا من الرجالة القليلة اللي وقفت قدام مرتضى منصور. فلما انت تتعامل وهقول لك كده مثل بسيط يعني، لما انت موضوع احمد فتوح مرتضى منصور نهاه. هو بيحاول يرجع دلوقتي، بس التصريحات الغريبة اللي بتطلع من شخص عفوا يعني مختل او مرتخي او شخص
لا يمس بالرياضه ولا الروح الرياضيه والتقليل من النادي الاهلي والتخبيط في اداره النادي الاهلي. حاجات كتيره قوي تخلي اي واحد محترم بيحترم نفسه وبيحترم الاسره اللي هو منها وبيحترم اسمه وتاريخه. كهربا من ناشئين النادي الاهلي، يعني هو اساسا اهلاوي ورجع لبيته. فلما انت تتكلم على كهربا في عز المشاكل اللي هو فيها دي دلوقتي واقف، وراجل بيأدي وراجل عامل انجاز لا حد هيعمله ولا حد يقدر يعمل حاجة زيه يعني. فهو ده السبب يا ميدو اللي يخلي كهربا ان هو يطلع من نادي الزمالك. طبعا هم شايفين ان هي دي بطولة من البطولات اللي خدوها السنة دي، بانهم نزلوا عقوبة على كهربا بان هو يتوقف 12 ماتش وان هو يدفع مليون جنيه. طب ما هو اساسا كده كده عليه عقوبة وكده كده في فلوس هتدفع، وهو اساسا اتظلم في العقوبة دي من الكاف او من المحكمة الرياضية، علشان اساسا احنا متأكدين مليون في المية اللي انتوا طبختوها مع الجنايني في عقده وزورتوا عقده، وبالتالي هو نزلت عليه العقوبة دي. بس كهربا مظلوم. واللي بيحصل في نادي الزمالك ده دلوقتي من سنة 0 بطولات، بالعكس ده هو بيحارب دلوقتي ان هو يخش في المربع الذهبي. كل ده عشان انتوا جيتوا على كهربا وظلمتوه. فبالتالي لو انتوا فرحانين او شايفين ان دي بطولة، ده الطبيعي بتاع الزملكاويه اللي هي المنتاليتي بتاعتهم. زي ما انت بتقول في نادي الزمالك في كوادر في نقطة تانية انت برضو اتكلمت فيها امبارح يا ميدو، ان انت بتتكلم في حتة انك بتوجه نصيحة لاصحابك الاهلاوية انك ما تقللوش من نادي الزمالك. عفوا، الفترة اللي فاتت نادي الزمالك وصل ان هو خد الدوري سنة واتنين وخد الكاس، مش عشان الزمالك قوي. الزمالك رقم 2. الاهلي لما نزل من مستواه وحصلت له ظروف ابتدى النادي الزمالك يظهر. وبالتالي هقول لك انا التاريخ ما بيكذبش. النادي الاهلي على مدار 40 سنة او 45 سنة وانا بشجع النادي الاهلي ياخد 10 سنين، تاخدها انت سنة او سنتين ويرجع يستولى على كل البطولات المحلية والافريقية، وانت ترجع تقول لك احنا نادي القرن وانتوا بتاخدوا بطولاتكم بالحكام وانتوا. مين اللي بيقلل من مين؟ انتوا لما بتقللوا من النادي الاهلي وابتدي واحد زي رئيسكم اسمه مرتضى منصور يقل من اداره نادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي، تستاهلوا اي حاجه بيعملوها فيكم جماهير النادي الاهلي. انا اللي عايز اطلعك من الحلم اللي انت عايش فيه، وان انت بتتكلم لاصحابك الاهلاويه. طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده عاري جدا جدا من الصحه. انتوا اللي بتقللوا من انجازات النادي الاهلي، انتوا اللي عايزين تسرقوا منه لقب نادي القرن، انتوا بتحاولوا تنافسوا النادي الاهلي مع ان بالارقام ما فيش اي منافسه. يعني انا لما يكون في فرقتين بينافسوا بعض، لو هنرجع بالارقام كده لازم يكون في تساوي في البطولات، او فرق 5 6 بطولات على الاقل افريقيا ومحليا. لا، الجاب كبيره قوي ما بين بطولات النادي الاهلي وبطولات نادي الزمالك. فانت ما تخلقش صورة او ما تعملش تحط هالة كده على النادي الزمالك بطل من ورق. هو الموضوع كله ان احنا مش لاقيين منافس تاني غير نادي الزمالك عشان نقول ان في منافسة محلية وقارية. قاريا مفيش، محليا برضو مفيش. فهي الفكرة فين؟ ان انت لما ما تدي النادي الاهلي احترامه وما تقللش وما تسرقش منه لقب نادي القرن والحاجات دي كلها، ساعتها انا هحترم نادي الزمالك واحترم اداره نادي الزمالك واحترم نادي اداره الزمالك لما تكون على خلق. بس للاسف لا اداره النادي الزمالك ولا اللاعيبه القديمه ولا الصحفيين ولا قناه نادي الزمالك بتتكلم بعقلانيه او بتتكلم في مواضيع تهم نادي الزمالك. هو شاغله مش شاغل كهرباء ومحمود الخطيب والساعات والكلام الفارغ دوت. فلما تتكلم عن النادي الاهلي يا ميدو، حاول غصب عنك تتكلم بطريقه او باسلوب الكبير. انت رقم 2. انا هقفل الموضوع ومش هتكلم فيه اكتر من كده.
ونخش على موضوع وليد العطار. وليد العطار ده المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. وطلع بتصريح كده على الإذاعة. أنا الصراحة استوقفني التصريح دوت. بيقول لك أنا انتصرت في قضية جواب الاتحاد الأفريقي بتاع النهائي السنة اللي فاتت، بتاع نهائي الأفريقي يعني ما بين الأهلي والوداد. برضو ده نوع من أنواع التدليس ونوع من أنواع اللي هو الناس بتنسى. يعني انت كنت بنتكلم في موضوع وان انت بنحاول نوصل الناس القصة، بحاول اوصل الناس القصة الحقيقية، وان اللي بيتكلم فيه وليد العطار دوت طبعا هو من مدرسة هنا أبو ريدة. طبعا انا بس عشان ارجع بيكم لورا شوية، انا كنت شغال في اتحاد الكرة في العلاقات العامة من اكتر من 20 سنة او 25 سنة. وكنت في المطبخ مع اتحاد الكوره وهنا أبو ريدة وسمير زاهر الله يرحمه. فانا عارف الامور بتدار ازاي، وانا عارف المحسوبيه، وانا عارف الوسايط، وانا عارف الفلوس اللي من تحت الترابيزه. حاجات كتيره قوي لو اتكلمت فيها وانا شفتها بعيني محدش قال لي عليها، وانا خدت التجربه دي بنفسي. فهو اتحاد الكوره المصري كله فساد، كله محسوبيه، كله حسب الهوى، كله الأولوية للواسطة والقرايب. وبيقول لك 6 موظفين عشان خاطر الجواب بتاع الاتحاد الأفريقي يوصل له. على فكرة باب الاتحاد الأفريقي وباب الاتحاد المصري وباب النادي الأهلي الفرق بينهم 500 متر أو 600 متر في الجزيرة. يعني باب النادي الاتحاد الأفريقي بيفتح على باب نادي الاتحاد. انتوا متخيلين الفساد اللي احنا فيه؟ 6 موظفين. 6 موظفين ليه؟ 6 موظفين عشان خاطر يوصل لك الليتر او يوصل لك الجواب، واللي انت تعدل في الجواب وتشيل منه ان احنا ممكن نلعب النهائي في مصر، وان لو النادي الاهلي اتقدم بتقديمه ان هو يلعب النهائي في مصر، كان ممكن الاهلي يلعب النهائي في مصر. يقول لك انا انتصرت، خليت النهائي يتلعب ما بين يتلعب على مباراتين مش مباراة واحدة للنهائي. يعني هو الانتصار بتاعه ان النهائي كان مباراة واحدة، وساعتها كان النادي الاهلي بيطالب ان من بدري جدا نكون عارفين الارض اللي هتتلعب فيها النهائي عشان هي مباراة واحدة. قال لك انا بسبب الموضوع ده واللي حصل انا خليت الاتحاد الافريقي يلعبوا على مباراتين. ساعتها في اي وقت هيذيع النهائي هيكون ما بين مين ومين، هيبقى مباراة الذهاب والإياب رايح جاي للنهائي. طبعا ده اسمه نفاق، واسمه تدليس، واسمه ان انتوا بتستغبوا الشعب، وان انتوا ده الناس ملهيه والناس هتنسى والناس 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 والناس، وانتوا طبعا مقضينها مصالح وشغل من تحت الترابيزه وي 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 وي. افسد اتحاد مصري في ال 15 سنه اللي فاتوا او ال 20 سنه اللي فاتوا هو اتحاد هاني أبو ريدة بالجروب اللي معاه من اوله لاخره. المشكله مش هتنتهي الا بحمله على الاتحاد المصري، ويبقى فيه انتخابات ناس عندها كوادر، ناس مثقفه، ناس عندها خبره، ناس 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 على اساس ترتقي بالكوره. غير كده مش هنتقدم خالص. واتكلموا برضو على حته الناس اللي موجوده في بقى ابتدوا يطلعوا له صور كده وبيعلق او بيعمل كومنت على الصور. فقال له هاني أبو ريدة، فراح اول حاجه قالها له هاني أبو ريدة انا بحبه وعلاقتي بيه كويسه. طبعا فاهمين الكلام ده معناه ايه؟ ان هو بس بيقول لك هو سبب من اسباب، دي الحاجه الوحيده اللي عجبتني في فيديو، ان هو بيقول لك سبب من اسباب تدهور الكره المصريه. فوزي لقجع قال له ايه رايك في فوزي؟ قال له اشتغل على مصلحه البلد. هو خد امر من الملك ففضح كل المسؤولين العرب المسؤولين عن الكوره في العرب عموما كلهم يعني. وفعلا فوزي لقجع عمل شغل كبير عمل انجازات للكره المغربيه، وده بامر من الملك. ويا ريت نتعلم من المغرب شويه. عندك وليد الركراكي قال له ايه رايك في وليد؟ قال له مدرب
خد البرو لايسنس من المغرب واكاديميه محمد السادس، وفي 6 لاعبين من الاكاديميه دولت في المنتخب المغربي. وجي في لقطه كده اتكلم فيها السيد عبد الحفيظ، واللي هم حاولوا يكروتوها يعني، وقال لك ان سيد عبد الحفيظ قال له ايه رايك في الحكام والتصريحات اللي بتطلع على الحكام. قال له ده في واحد طلع على التلفزيون قال لك ان انت بيتكلم عن الحكام، بتتصل بشخص معين، حكم معين بيتصل بسيد عبد الحفيظ بيقول له كل مره تعتذر لي وكل مره تقول لي معلش وغلطت ومش ما غلطتش، طب ايه رايك انا هعمل لك بلوك. فراح فميدو قال له واحد زي ده لو هو بره وقال تصريح زي ده ما نشوفش وشه احسن. ادي المنتاليتي بتاعت ميدو والطريقه اللي هو بيتكلم بيها على سيد عبد الحفيظ، اللي هو سيد عبد الحفيظ بخبرته وببطولاته يعمل 10 من ميدو. ميدو ما عملش حاجه. ميدو فشل مع الزمالك. ميدو فشل مره واتنين مع الاسماعيلي. ايه اللي هو عامله ميدو؟ ايه اللي هو مقدمه؟ جاب المدرب الاخراني لنادي الزمالك، هو اللي كان في اللجنه اللي اختاروا واللي عمل الانترفيو تخيل انت جايبين مدرب للزمالك اللي عمل له الانترفيو كان مين؟ كان احمد حسام ميدو والبي ابن مرتضى منصور امير. هم دول اللي عملوا الانترفيو للمدرب الكولومبي. ايه رايكم بقى في الموضوع ده؟ طبعا ما ينفعش ان انت تتكلم على سيد عبد الحفيظ كده. سيد عبد الحفيظ كيان. سيد عبد الحفيظ لو هتكلم عليه هقول حاجات كتيره قوي، وكفايه ان هو بيشوف شغله دلوقتي وملتزم الصمت. ولو اتكلم سيد عبد الحفيظ بيخليكم تمشوا على ايديكم ورجليكم من الاخر يعني. طيب طبعا اتكلم على وليد الركراكي واتكلم على عصام الحضري. قال لك عصام الحضري بتاع مصلحته ان هو ساب المنتخب المصري وراح على منتخب سوريا، وانا بنتقده بس عشان خاطر ما ينفعش. لو طب تعال انت بقى، عصام الحضري عمل فيك ايه؟ عصام الحضري لبك 1 و2 و3 و4. قال لك انت مش عارف انت عايز تعمل ايه. عارف تبقى اعلامي ولا عايز تبقى في اللجنه الفنيه ولا عايز تبقى مدرب ولا عايز تبقى محاضر ولا عايز وانت للاسف ما فيش اي حاجه ناجح فيها. جه بقى اتكلم على شيكابالا. قال لك شيكابالا ده طيب واسطوره. الاسطوره مش بالبطولات. قال لك يعني تصريحات بيوصلوا لجماهير النادي الزمالك ان شيكابالا ايقونه. دي مصيبه سودة. لو شيكابالا ايقونه الشباب الصغير دوت في نادي الزمالك. وعلى فكره هو نادي الزمالك، انا دخلت نادي الزمالك والنادي الاهلي والجزيره، لفيت كل النوادي. هي دي المنتاليتي بتاعت الناشئين بتاعت نادي الزمالك. هو ده فكرهم، هي دي تربيتهم. هم مش واخدين بالهم. بيقول لك ان الايقونه دلوقتي للناشئين في نادي الزمالك هو شيكابالا. دي مصيبه سودة دي. لو كل الناشئين والناس الصغيره دي هتمشي على خط شيكابالا مفيش فايده. فاللي بيعمله النادي الاهلي دلوقتي وبيعرف يرد عليك وبيعرف ياخد حقه وبيدوس عليك، ده طبيعي اللي هو يعمله، عشان انتوا المنتاليتي بتاعتكم كلها من اي تو زد كده تعبانه يعني. فده بيقول لك الاسطوره وهو عنده 37 سنه ولسه بيلعب لغايه دلوقتي. 37 سنه وما عملش حاجه ولا مع المنتخب ولا مع الزمالك ولا عمل اي انجازات. خد له بطولتين 3. هو ده شيكابالا. يتخانق وينزل ويشتم ويقل ادبه ويتف عليكم ويرفع الجزمه ليكم ويرفع الجزمه لينا. في ايه؟ اذا كان مرتضى منصور طلع ورفع لكم الجزمه كده كجماهير، شتم امه، كل واحد كان في الاستاد زملكاوي شتم بامه. طب يا جماعه انتوا مستنيين ايه؟ مستنيين مننا ان احنا نحترمكم؟ مستحيل طبعا يعني. مستحيل طبعا. ومع اخر تصريح لميدو دوت هتكون نهايه حلقتي. طلب لايك وشير وسبسكرايب. الصفحه هتعلى بيكو، اليوتيوب هيعلى بيكو، وان شاء الله هتكون في حلقات تانية جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.